السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم متابعين قناة ولا أطيب مع سماح؟ أهلا وسهلا فيكم ومنورين قناتي دائما. اليوم اخواتي ان شاء الله حبيت اعملكم اكلة كتير طيبة وظريفة واكلة نباتية. فيكم تحطوا لها دجاج، فيكم تحطوا لها لحمة، هذا الشيء اللي بيريحكم. بس انا اليوم عاملتها للناس النباتيين. هي عبارة عن بطاطا بالفحم، بطاطا مدخنة بالفحم. تعالوا نشوف المكونات سوا. عندي هون تقريبا كيلو بطاطا، مثل ما انتم شايفين مقطعتها ومقشرتها ومقطعتها دوائر وملحتها وكل شي تمام، يعني جاهزة مغسولة ومملحة. عندي هون اخواتي تقريبا جرزة بقدونس كبيرة طبعا مغسولة وجاهزة. عندي هون حبة بصل كبيرة كمان مقطعتها جوانح. وعندي هون ملح وفلفل وماجي بودرة. وعندي هون فحم. هلا بتشوفوا شو بدي اعمل بالفحم. اول شي اخواتي ان شاء الله هلا رح نبلش فيه، رح نقلي البطاطا. هلا هيك اخواتي طبعا هي مقلاية الزيت عندي، حطيتها انا على الغاز مشعلة عليها الزيت. هلا بدي نزل البطاطا. بسم الله. هلا هيك اخواتي انا حطيت نص الكمية لانه البطاطا كلها ما رح تنحط بالمقلاية. حطيت نص الكمية تنقلى وبكمل النص الثاني ان شاء الله. شايفين اخواتي هلا هيك البطاطا انقلت معي. بدي بلش قيمهم صفيهم منيح من الزيت. بدي بلش قيمهم. هلا هيك اخواتي انا قمت اول وجبة بطاطا من على النار وحطيت الوجبة الثانية لبين ما تنقلى معي. بكون انا شو بدي اورجيكم شو بدي اعمل بالبصل هون. البصل مثل ما ارجيتكم جوانح بدي احطهم هون بقلب الصينية، وبدي احط عليه الملح والفلفل والماجي. حبيتوا تزودوا له اي بهار من عندكم انتم حرين، يعني هذا فن وذوق مثل ما بدكم. هلا اخواتي انا بدي احاول ادعك هيك البصل مع الملح والفلفل والماجي. بدي ادعكهم هيك مضبوط، يعني مثل انه بدي دبل البصله، بخليها تدبل معي. هلا هيك اخواتي انا من بعد ما فركت البصله بالملح والفلفل وهيك يعني نزلت ميتها شوي. هلا بدي احط البقدونسات فوقهم. حركهم هيك اخواتي انا حطيت البقدونسات فوق البصل وحركتهم شوي شوي. يعني اخواتي معلش انا لازم اشتغل بايدي مشان احركهم مظبوط. وهيك هلا اخواتي ان شاء الله هلا انا بدي استنى البطاطا لتستوي وبورجيكم شو بدي اساوي بعدين. هلا اخواتي هيك انا البطاطا خلصت معي، شايفين كيف قليتها. هلا هيك بدي احط البطاطا فوقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي بلش حرك فيهم. هيك اخواتي حركتها مزبوط، تركت مكان هون. شايفين هي الزبدية فيها شوية زيت بدي احطها هون مشان ندخنها مثل ما قلت لكم. وهي الفحمة مشغلة انا عليها بدي احطها بسم الله هون بقلب الزيت. وبدي اغطيها دغري مشان الدخنة كلها تطلع بقلبها تتدخن وبرجع لكم. هلا هيك اخواتي من بعد ما خلصت وقفت الدخنة. هي مشان طعمة يعني شلون بدي لكم، هي الفحمة بتخليها تاكل كأنكم عم تاكلوا مشاوي، بتعطيها نكهة كتير طيبة. هلا هيك من بعد ما خلص التدخين انا رح اقيم الزبدية هاي ان شاء الله بشوفكم مرحلة التقديم. وهلا اخواتي من بعد ما خلصت سكبتها. طلعوا كيف طالع شكلها وريحتها بسم الله ما شاء الله، كأني شاوية مشاوي بالبيت. بتعرفوا ريحة الفحم تبقى كأنك شغلة المنقل. كتير ظريفة وبتمنى اخواتي اللي ما بيعرفها يجربها، واللي ما اشترك بقناتي يا ريت يشترك. ولا تنسوا تدعموني من اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا كتير لمتابعتكم. كتبوا لي بالتعليقات اللي حيجربها يكتب لي ويعطيني رأيه. شكرا كتير لكم على المتابعة، وان شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. مع السلامة.